بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد، حياكم الله معاي بيوم جديد. شكرا 130 ألف مشترك. أسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تكونون شاهدين لي لا علي. أنا لولا الله ثم أنتم ما وصلت اليوم ل130 ألف مشترك. الله يسعدكم والله يحييكم دائما في قناتي، وبإذن الله تعالى دائما أقدم لكم الروتينات الخفيفة المسلية البسيطة اللي تستفيدون منها. اليوم عندي روتين خفيف لطيف ظريف كذا قبل السفر، بس بندخل شوي بالعمق بالتنظيف. قلت عشان لما أرجع من السفر إن شاء الله يعني ما أحمل هم الترتيبات هذه، وصراحة كان لازم إنه أسوي بعض الأشياء. بس قبل ما نبدأ الفيديو أكيد لازم تجيبين شيء علشان تشربينه وتتفرجين معاي وتستمتعين. وبرضو عندنا قناة يا بنات، قناة واحدة كذا خلينا نقول على قد حالها، تحتاج مساعدة منكم وتحتاج دعم. بخلي لكم رابط قناتها تحت في صندوق الوصف، وأول كومنت مثبت. جيبي حاجة علشان تشربينها، ويلا تعالي بلشي معاي الفيديو. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب، عاملين ايه؟ طبعا قبل ما اقول اي حاجة في الفيديو بشكر اختي ام سارة، ربنا يخليها يا رب. وطبعا هي يعني انا طلبت منها الدعم وهي بصراحة ما رفضتش، يعني ربنا يخليها يا رب وجزاها كل خير. طبعا يا حبايبي انا ده طالعه النهارده بقول لك يعني عايزاكم تزوروني في قناتي وتشرفوني في قناتي. اللي حبايبي واخواتي اللي عند اخت ام ساره عايزاهم يخشوا في قناتي عشان انا يعني اديكم شايفين وضع في القناه، هشوفوا وضع في القناه وهشوفوا ظروفي. انا يا حبايبي بشتري البيت ده وعليا اقساط 40,000 جنيه، وعليا ديون بره بجاله ويعني وظروفي اديكوا هتخشوا شوفوا الحاله. انا لا عندي بلاط ولا عندي اوض نوم ولا عندي اي اجهزه ولا عندي اي حاجه. انا عملت القناه ديت عشان تبقى مصدر رزق ليا انا واولادي وجوزي، لان انا جوزي تعبان ومركب شرايح ومسامير ولا ينفع يشتغل ولا اي حاجه. وربنا يكرمكم ويخليكم يا رب وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلونا كذا نسمي بالله الرحمن الرحيم ونبدأ بأول حاجة عندي حابة أسويها. أول شيء حبيت أسويه إنه أنزل الأغراض اللي على الرف هذا وأنظفه. تمام، طبعا الرف هذا أنا ركبته معاكم سابقا يعني، وعلمتكم إنه من ساكو يجي عبارة عن متر. أنا خذيت 3 أمتار طقيناهم كذا وخذينا لهم حوامل وحطيت عليه أغراضي. بنات قالوا لي يا أم سارة طيب هذا الرف ما يشيل تكرمون زبالة، ما يشيل وسخ. بنات على شوف عينكم، يعني أنا ماني قاعدة أتكلم من غير ما أوريكم الصور، لا أنا قاعدة أصور وأوريكم بنفس الوقت اللي أنا قاعدة أصور لكم وأتكلم عليه. ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا أنت إيدك في مطبخك دايم وفي بيتك دايم، ما في شيء عندك يتراكم وما في شيء عندك يتوسخ طالما أنت دايما كذا يدك في بيتك. الشغلة ما تاخذ مني يمكن كل اللي تشوفونها 10 دقايق. ممكن أسويها تمام وأنا مولعة الغلاية، حاطة الغلاية بمكانها يعني على الكهرباء تغلي المي، وأنا أمسح الرف. ما أخذ مني شيء، بس التصوير أوقات يطول الفيديو ويبين أن الشيء متعب، لكن الأمر جدا سهل وبسيط. زي ما شفتوا أنا حاطة الرف حابته كذا منظر ريفي مرة فوق الفرن عندي. طبعا تقولون يا أم سارة كيف؟ طب الشفاط ما عندك ما شاء الله دهون، أنت ما تطبخين؟ أنتم متابعيني كمان برضو؟ إلا والله أطبخ أكيد، كيف ما أطبخ؟ بس زي ما قلت لكم إيدي في بيتي دايما، وحابة الديكورات هذه. وطبعا لولا اختلاف الأذواق لبارة السلع. المهم زي ما شفتوا بالنفاضة كذا، ورشيت كمان معقم الأسطح وبديت أمسح الرف بالطريقة اللي تشوفونها. برضو سلك الإنارة اللي تحت هذا شايفينه، هذا كمان ركبته معاكم وقت أنا وأبو سارة ركبناه. ما له زمان هذا السلك، له قرابة يمكن شهرين أنا حاطته، بس حيل عاجبني، أقل ممكن شهر. حيل عاجبني ومنظره مرة لطيف وحلو. حطيت أغراضي كذا اللي أبغى أحطها وبعض الأشياء مسحتها ورجعت كل شيء على نظافة. طبعا كمان أبغى أنزل الرف هذا من مرة وقلت أمسح اللي فيه برضه. هنا حاطة إيش؟ حاطة المستكة، حاطة الزعفران، حاطة البهارات اللي إيدي دايما فيها، الملح، الفلفل. فهمتوا علي كذا؟ يعني الأشياء اللي أحس إنه يدي دايما فيها. برضو هذا الرف الخشبي واحدة سألتني عليه، قالت يا أم سارة من وين؟ أنا كنت مصورة بستوري الانستغرام وقد خذيته. هذا يا طويلات العمر والسلامة من اللي بسكاكة. وين وش اسم المحل؟ المخازن الكبرى. المخازن الكبرى مزبوط، من المخازن الكبرى من هناك خذيته.
سعره كان 89 ريال أو 80 ريال بالحدود هذه. بس عجبني إنه خشب، والخشب حقه متين يا بنات، مو حاجة رديئة، منظر مرة لطيف وحلو بالمطبخ. رتبت الأغراض كذا زي ما تشوفون، طلعت كل حاجة مرتبة ونظيفة. الحين كمان أبغى أشيل كل الأشياء اللي حاطتها أنا هنا. ليش يا أم سارة؟ علشان أبغى أمسح الجدار، لا صابون ولا سيم ولا سلكة ولا مطهر دهون ولا معقم دهون. هذا الشيء يا بنات اللي تشوفونه هذا أسويه كل أسبوع مرة. كيف يبغى تتراكم الدهون علي إذا أنا مسحت الجدار كل أسبوع مرة؟ ما راح تتراكم. طبعا اللي حاطته أنا ورق جدران، هذا ورق جدران خاص بالمطابخ، هذا ليس بتجديد كتب، تمام؟ هذا ورق جدران خاص بالمطابخ. أنا ما أخذته من وين؟ ما أخذته من موقع نمشي. واللوحة الكبيرة هذه كانت من شين، كلها ضد المي. رشيت عليها شوية من المطهر ومسحتها، وبرضو مسحت الرف من تحت، رشيت عليه مطهر أسطح بدقيقة يطلع لي موجود عليه، حتى دهون لازقة ما فيه. ليش؟ لأنه إيدي دايما فيها. خلاص رجعت الأغراض كذا زي ما تشوفون. برضو علقت المعالق الخشبية الجميلة علقت اللوحة اللي عليها عش بيض كذا، وهذه السبحة حقت زوجي حاطتها هنا، وتحت هنا حاطة درج البيض، قلت أمسحه كمان من فوق، حاطة درج البيض وفوق اللوحة اللي عليها عش بيض. عفوا. حطيت كمان المزروعات وكذا. خلاص شكرا. جيت على الرف الثاني اللي هنا، برضو ابغى انزل اللي عليه وامسح، اشيل الادويه والاغراض اللي ما احتاجها. المهم اني برتب الرف، حسيت انه مره مكركب. شلت الادويه حقت سارونه، اغراضها، اللوحه هذه كنت كاتبه عليها منزلي الصغير الدافي بالانجليزي، بس ما عندي طباشير، لازم اجيب طباشير. خلاص زي ما تشوفون. وبرضو يا بنات بالنفاضه او بالمعقم اللي انتي حابه، بس والله ما كان عليه يعني ما عليها دهون، لان ايدي دايما فيه. مطبخي يا بنات صاج، نوعية مطبخي صاج خشن. انا مسوية عنه جولة كاملة، المطبخ انا مسوية عنه جولة كاملة، اتوقع 3 مرات سويت الجولة. كل ما اجدد حاجة بالمطبخ اوريكم جولة فيها، كل ما ارتب شيء اوريكم جولة، لان الترتيب يتغير، الاغراض تتغير، يعني لحد ما ترسين على حاجة ثابتة كذا خلاص ما تغيرينها. جبت كمان المي، قلت ابغى امسح البوتس. طبعا والله العظيم يا بنات يعني بطلع من بيتي بإذن الله تعالى على السفر إن شاء الله وكل حاجة نظيفة وكل حاجة مرتبة، علشان لما أرجع يكون عندي الشغل سطحي. إيش اللي عندي؟ بس أغبار، تكنيس، الغسيل اللي يجي من السفر اللي يكون بالشنطة بس. أما أقعد أعزل وأنظف كذا داخل الدروج، لا، أجي كل حاجة نظيفة ومرتبة كذا، أحسن من إني أجي متكركبة ومحيوسة. كمان في بنات تسألوني على المزروعات اللي عندي هنا، هذه بنات صناعية ولا طبيعية؟ يا أم سارة صناعي ولا طبيعي؟ لا يا بنات هذا طبيعي ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه بوتس، أحس البوتس تحبني ماني عارفة ليش، وأنا أحبها، أحس أنها تطاوعني على يمناي تمشي، يعني عصاي ما تعصاني، سبحان الله العظيم. خلاص شوفوا كيف مسحتها كلها ورجعتها مكانها. وجيت كمان للرف هنا اللي فوق الفرن، هذا مرة مهم لأنه الطبخ يكون هنا، يعني مسحته. شوفوا ولا والله العظيم ولا بقعة دهون، تخيلين ولا بقعة دهون. وكمان نزلت كذا الكاميرا للفرن، أبغى أرش كمان، حتى اللوحة برضو برشها، شايفين كل حاجة رجعت جديدة وكل حاجة رجعت تبرق. لما أنت إيدك دائما في بيتك ما راح تدهين. خلاص خلصنا كذا الزاوية هذه وخلصنا الرفوف. الحين تعالوا معاي للمايكرويف. قلت بعطي المايكرويف تنظيفة، بس هالمرة بعطيه تنظيفة إيش؟ داخلية، يعني عميقة. أسهل حاجة ممكن تنظفين فيها دكتور بيكمان. ما عندك دكتور بيكمان، طبعا دكتور بيكمان ألماني، خذيته من مؤسسة الأطباق النظيفة خاص بالثلاجات والمايكرويف. ما عندك دكتور بيكمان، حطي صحن فيه قطعة نص حبة ليمون ومية وشغلي الميكرويف عليها مدة 8 دقائق وشغلي، تلقين كل شيء ذايب. بس دكتور بيكمان رائع يا بنات وحلو. ايش اسوي انا؟ افتح الميكرويف، مو لازم يكون حار، ارش دكتور بيكمان عليه وخليه مدة ما تتعدى دقيقتين، وبعدين فاينة عادية. شوفوا البلاوي اللي طلعت، شوفوا البلاوي المتلتلة اللي قاعدة تطلع. تحسبين ان الميكرويف نظيف، بس سبحان الله بعد ما رش هذا المنظف احس انه يعني احس اني ماني نظيفة بعد الشيء اللي اشوفه.
فقلت خلاص خلني أعطيه تنظيفة برضو. هذا دكتور بيكمان يا بنات هو نفسه نفس الشركة. عندي بعد منظف الأفران اللي دائما أنظف فيه الفرن حقي. رشيت كمان مي وأعطيته تمسيحة كذا. قلت أبغى أشطب عليه كامل ما يبقى منه ولا أي شيء، أبغى كذا يرجع عروسة. الميكرويف حقي برنسس يا بنات حلو بس ترى صغير، يعني حق عائلة صغنونة، لكن إذا عائلتكم كبيرة هو كويس بس خذي أكبر. تمام. برضو الصحن غسلناه كذا ونشفته كويس من اللي عليه، شايفين. وأبغى أرجع الصحن مكانه، شغلات بسيطة ما تاخذ مني وقت. ويلا نرجع الصحن وننتقل إلى مرحلة ثانية. جيت هنا للصيدلية حقتي زي ما انتم شايفين تحتضر حرفيا. ايش ابغى اسوي؟ ابغى اطلع الادوية وافرزها. طبعا السؤال اللي تستغربون منه، كيف يوم سارة انتي حاطة الادوية برا الثلاجة والفريزر ولا الادوية ما هي خربانة؟ شوفوا يا بنات، تبغين كلام مني ولا تبغين كلام طبي؟ اكيد تبغين تاخذين كلام طبي، صح ولا لا؟ طيب انا بعطيك اياها كذا على بلاطة. اللي عارفات ام سارة يدرون انه ما شاء الله تبارك الرحمن في عائلتي 5 في مجال الطب، ما شاء الله تبارك الرحمن. عندي بروفيسور بالمخ والأعصاب أخوي عبد العزيز، عندي واحدة من خواتي استشارية أمراض معدية، وعندي الصيدلي، وعندي مختبرات، وعندي دارس الطب، وولد أختي ما شاء الله يدرس طب أسنان، طب يتخير يعني. المهم أخوي الصيدلي يعني عفوا. مو كل الأدوية تقعد بالثلاجة، مش كل الأدوية تقعد بالثلاجة. تمام. في أدوية تقعد برا الثلاجة عادي، مو أي دواء عندك تروحين تركني له بالثلاجة، لا. لو كل الأدوية تقعد بالثلاجة كان لقيت الأدوية بالصيدلية بالثلاجة. هذا الكلام غير صحيح وهذا الكلام غير منطقي. اللي يقعد بالثلاجة المضادات الحيوية، تمام، التحاميل حقات الأطفال، شرايط الحرارة، يعني أشياء محددة. مو أي دواء عندك تروحين ترجعينه بالثلاجة وتحطينه بالثلاجة، خطأ. أنا هذه طريقة أمي يعني، طريقتي وطريقتنا كنا إنه الأدوية يكون في صيدلية بالبيت أجمع فيها الأدوية اللي تنحط برا الثلاجة. تمام. طبعا أنا وش قاعدة أسوي هنا؟ قاعدة أشيك على الأدوية اللي منتهي صلاحيته برميه، والكويس برجعه للصيدلية. وطبعا مسحت الأدوية كلها ونظفتها وشيكت عليها انها نظيفة عشان ما تدبق علي. الصيدلية يا بنات خذيتها من هزاز حقتي قديم اول زواجي، خذيتها تقريبا ب90 ريال، معها مفتاح طبعا، وانا مركبتها فوق يعني حتى بنتي مطولها. وهذه بعد ما رتبتها. وتعالوا ننتقل الى حاجة ثانية. الحين حمت على المغاسل حقاتي، جبت فلاش. تمام. اذا انت خايفة ترشين بالطريقة هذه حطي شوية بفنجان وبفرشاية الاسنان بس على قدام عينك. انا ابغى انظف، علشان ما تقولين لي يا ام سارة غير لون ولا حط لون. قدام عينك انا ابغى انظف وانت تشوفين. هذه الفرشاية مخصصتها بس للصفار اللي بالمغسلة. طرف الفرشاية لا تكثرين، يا دوب طرف الفرشاية، وبرضو على اطراف المغسلة. اعذروني على التصوير الخايس بس كنت ابغى انجز واخلص. شوفوا برضو الفتحة اللي بالنص لا تنسونها كمان. الحين تشوفون كل حاجة مرتبة ونظيفة. تكت فلاش يا بنات وبالفرشاية على الهادي، على قولتهم على الهادي. خلاص كذا. شوفوا الحين ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين المغسلة تبرق، لا تغير لونها ولا نحط لونها ولا أي شيء. خليكي سريعة عم تتنظفين وبعدين رش المي وبس خلاص. وكذا خلصنا من تنظيف كل المغاسل. تعالوا للي بعده. الحين جيت للأجهزة الكهربائية، قلت أبغى أنظفها كذا كلها كمان. طيب ايش سويت؟ اول شيء جيت على الشواية حقت الخبز، سخنتها، بعدين فصلتها من الكهرباء، رشيت مي، حطيت مناديل، ورجعت رشيت مناديل. فيك كمان تكبين مي اذا انت حابة شوي، بس انا ما احب انه اجلجل الدنيا بالمي، يعني حطيت شوية بس. خلاص. طبعا الشفرات تبع الجهاز ما تنفك. كمان جيت الجهاز القهوة برضو حطيت فيه شوية مية وشوية ملح ليمون وسخنته الى ان غلى المي، بعدين طفيت عليه خليتهم كذا على جنب ينقعون. تمام. جيت كمان الحين الباقي الأجهزة. أول حاجة راح أبلش فيها مطحنة القهوة. عبيت كذا طشت مي عندي وحطيت الغطا
ومعاي ليفة. ما حاولت انه اهدر مي، وبرضو ما حاولت انه اعجع حالي واحوس حالي بالمي واتلفت القى الاجهزة كلها غرقانة بالمي. حطيت طشت صغير وكل شوي ابدله. تقريبا انا يا بنات بدلته 3 مرات تقريبا يعني. برضو غسلت الجهاز حق القهوة يا بنات. قلت لكم سابقا انه انا ما جربت غسل الجهاز من داخل، زبط يا بنات. بس اهم شيء تخلينه شغلة يوم ما يستخدم. تمام. ولاحظوا انه بس الراس ما نزلت تحت على الجهاز، بس راس الجهاز من فوق غسلته وبعدين ابدا نشفه. شايفين هذه المناديل يا بنات اللي معاي خيالية. هذه عبارة عن مناشف عادي تغسلينها وتستخدمينها. عبارة عن مناشف. الرول من ابو 5 ب5 ريالات، موجود بكل مكان ب5 ريالات. سابقا انا وريتكم اياه، بس مرة حلو، ما يتفتت ولا يذوب زي المناديل، لا يستخدم أكثر من مرة. فيك تغسلينهم بالصابون وتخلينهم ينشفون وترجعين تستخدمينه ثاني مرة عادي يعني. نشفت الأجهزة وخليتهم كذا على الطاولة ينشفون. أنا سويت الفيديو تقريبا العصر، دخلتهم للدرج بالليل. تمام. برضو جيت الجهاز هذا اللي هو حق الفود بروسيسور زي ما انتم شايفين، غسلته كله بالصابون. والله يا بنات رجع يبرق، رجع يلمع. طيب يا سارة ايش اجهزتك؟ انا اللي معاي هذه انا ماني عارفة وش شركتها. اتوقع الكترا اتوقع، بس ممتازة مرة حلوة. قلت لكم سابقا اني احس ان الاجهزة الكهربائية ما شاء الله تبارك الرحمن اتوفق فيها. هذا كمان جهاز التوست الصغير، هذا اخذه معاي غالبا بالسفر. شوفوا صغنون، يشيل تقريبا حبتين توست. اخذه معي بالسفر. والله يا بنات يفك علي ازمات كثيرة. رايحين مثلا نبغى نطلع نسافر، ناخذ شقة، نطبخ بالشقة. مرة فادني، وصغير يندحش بأي مكان يعني، فرق عن الكبير. وسعره كان مرة زهيد، 23 ريال فقط. ولحد يقول لي رديء ولا مو رديء، ما شاء الله تقريبا له معاي سنة ولا تغير. شوفوا ولا تحكك ولا جاء أي شيء. برضو راح أليفه من فوق بتكة صابون. لاحظوا أني ماني قاعدة أكثر مي، ماني قاعدة أكثر مي بالأجهزة يا بنات، لأنها تعدم الأجهزة. يا دوب اسم تنظيف، فهمتوني، اللي تنظفين فيه بس. حطيت هذه، خفت الطاولة صراحة تتجرح عندي الرخامة، وحطيت هذه الاسفنجة. هذه الاسفنجة مرة يا بنات حلوة وعملية. تلقونهم عند أبو 5، أنا ما أستغني عنهم. شفتوني على الانستغرام عندي تقريبا 7 منهم. اسفنج يروح للغسالة واسفنج يجي. المهم جيت كمان على جهاز سلق البيض. إذا عندك بقع صعبة داخل الجهاز من جوا، سخني الجهاز وحطي مي، شوية ملح الليمون وتركيه، بيكشط كل الوسخ اللي على الجهاز تبع السلق. والجهاز يا بنات ممتاز. لازم يكون عندكم، أحسن ما تسلقين على النار، لا بالجهاز هذا على طول، لا تقربين للنار ولا تجين المي ولا أي شيء. لمعت الجهاز كله زي ما تشوفون كذا، ورجع ما شاء الله تبارك الرحمن عروسة. نجي الحين للخلاط. برضو بتكة صابون راح ننظف الخلاط. عاد الخلاط من الأشياء الحساسة اللي لازم تتنظف كل فترة. لازم يتنظف الخلاط كل فترة ضروري. كمان ليفته كذا. الخلاط اللي معاي أتوقع إنه من نيكاي، أتوقع، ماني عارفة الأسماء صراحة لأنها مي شركات معروفة، بس قلت لكم سابقا ما شاء الله أحس إني أتوفق بالأجهزة. خلاص. شايفين كيف لمعته كله، خليته ينشف. ما دخلت شيء للدرج إلا بالليل. طبعا الدرج لمعته ونظفته ورجعت الأغراض عليه، وبوريكم آخر الفيديو كيف يعني. خلاص زي ما تشوفون كذا ما شاء الله، وخلصنا كذا من الخلاط. الحين جيت لهذا الجهاز. هذا الجهاز مرة حلو، تسوين فيه فطاير بالتوست زي ما انتي حابة. تجيبين حبة التوست تحطين الحشوة اللي تحبينها من جوا، تحطين فوقها حبة ثانية وبتضغطين عليها كذا، وهي تقسم الحبة بالنص، تطلع لك فطيرتين يعني الجهاز يطلع لك 4 حبات فطاير مستوية من فوق ومن تحت. حابة تعملين بيتزا توست، حابة تحطين حشوة دجاج، فطاير للصبح، مرة حلو. هذا جاني من ماما، الله يا رب يطول بعمرها ويحفظها، هي عطتني اياه، جابت واحد لي وواحد لها يعني. خلاص كذا تشوفون كله نظيف حلو، ولا نفس نوعية الأجهزة حلوة يعني ممتازة. لمعته كذا لا تخافين. طبعا هذه الشفرات أنا عندي ما تنفك مع الأسف، فعادي أغسلها بالطريقة هذه وليفها برا. لاحظوا إني أعصر الإسفنج زين، ما أخلي الإسفنج المي يشرشر من الأجهزة، يا دوبك ريحة مية بس على الأجهزة. وبرضو غسلت المناشف حقتي، المية غيرتها 3 مرات بس في كل الأجهزة اللي تشوفونها، 3 مرات.
لمعت الجهاز بالكامل، وبرضه راح اخليه علشان ينشف. ما في زي النظافة وما في زي الترتيب. انت تتوقعين ان هذا الشغل خذ مني وقت؟ والله تقريبا نص ساعة بس ايش، حافظ لي على مطبخ نظيف، حافظ لي على اغراض نظيفة ومرتبة. شوفي كيف ما شاء الله زي المراية. والحين جيت كمان للشيء المهم جدا برضو، الخفاقة حقتي مولينكس. كنت ماخذتها تقريبا، ما هي غالية، كانت تقريبا ب45 أو ب50 ريال. برضو ليفتها. طبعا الخفاقة مرة مهمة، لأنه أوقات يطرطش عليها شوية من خليط الكيك وانت تخفقين وما تنتبهين فيلزق من تحت. خلاص كمان مسحته كله ونظفته ورجع والله جديد. طبعا زي مثلا كاس الخلاط، الشفرات تبع الخفاقات تبع الخفاقة ما مسحت من نظيفات. أنا مشكلتي مع الأجهزة بس. طبعا هذه التنظيفات كل 6 شهور مرة سويها. التنظيفات العميقة هذه كل 6 شهور مرة. خذيها على ضمانتي إنها بتقعد معاكي عمر طويل. الأجهزة كل ما أعطيتيها عناية كل ما أعطتك عمر. خلاص كذا. والحين جيت كمان للميزان حقي اللي أوزن فيه. برضو قلت ليش لا امسحيه يا مسارة. هذا الميزان كنت ماخذته تقريبا ب23 ريال بس. بطل حلو. اللي بسكاكة تلقاه عند عالم الوسام اللي على الإقليمي، في ألوان كثيرة. أنا أخذت الأخضر. خلاص نشفته كذا كمان ونظفته. والحين ندخل على الجهاز اللي بعده. عندي هنا كمان عصارة البرتقال. شوفوا أتوقع هذه أحلى عصارة وأزين عصارة وأسرع عصارة، وسعرها زهيد، تعتبر قديمة، هي كهربائية طبعا. تحطين بس نص حز البرتقال فوق بالجهة الخضراء اللي تشوفونها على اليمين، وتضغطين بإيدك وهي تعصر، والله بثواني وانت مخلصة كرتون البرتقال كله. مسحت كمان العمود ومسحت الجهاز كامل، لأنك إذا خليتيها مع الوقت سبحان الله تبدأ تخرب، يبدأ الأكل يفوت بين القطع وتخرب، فلا حافظي عليها يعني. جيت الحين عاد للست العجانة. عجانتي يا بنات من كينوود. خذيت صراحة حاجة حلوة، لأنه مهمة العجانة ولازم يكون فيها عزم، لازم يكون فيها قوة علشان ما تنكسر الشفرات ولا ينكسر الجهاز ولا أثناء العجن يطق شيء من جوا. هذه كان سعرها يا بنات 1900 ريال، تمام. بس أنا خذيتها بعروض إكسترا أول ما تزوجت، خذيتها ب900 ريال. كان عندهم تخفيض 50% أو 70%، المهم إنه التخفيض كان مرة قوي، فخذيتها طوالي بدون أي تردد. شوفوا ما شاء الله كم لها معاي، تقريبا 9 سنوات. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الرحمن، بطلة. أنا خذيتها من إكسترا. لمعتها كذا تلميع كامل، وثقيلة يا بنات، ثقيلة بالمرة، يعني شيء فاخر يعني. خلصنا كذا من العجان. جينا الحين الإيش، الجهاز القهوة الأمريكية. ليفت الجهاز من فوق زي ما انتم شايفين. هذا الجهاز من أحب الأجهزة إلى قلبي، أنا من عشاق القهوة الأمريكية على فكرة. قلت يا بنت فكيه خلاص يعني، قلت أفكه كله وأليفه كله من داخل أفضل يعني. شوفوا على أني إيدي فيهم دايم، بس لقيت في أشياء ما هي نظيفة، فلا يغرك يعني. شيكي عليها وشيكي على أجهزتك، بتشوفين عندك أشياء ما هي نظيفة. طيب إيش سويت الحين؟ مسحت هذا، نظرت داخل لقيت فيه شيء مو نظيف. وش سويت؟ أشياء بسيطة يعني. شوفوا إيش عملت، دخلت ملعقة خشب بالفاينة، فاينة مغسولة ونظيفة، ومسحته كله من داخل. دخلتها مرتين علشان أشيك إنه كل شيء نظيف. فلتر المي لأنها ما تنفك القاعدة هذه. خلاص يعطيني كذا ألف عافية. وجيت كمان الجهاز من تحت، لمعته ومسحته. تشوفون اللي معاي أتوقع من مولينكس برضو. أتوقع الجهاز اللي معاي من مولينكس. هذا كنت ماخذ 2، كنت ماخذ واحد لي وواحد لأمي. أنا أعطيتها واحد وخذيت أنا واحد. برضو غسلت الفلاتر الداخلية كلها، ليفتها. مولينكس، شوفوا مكتوب عليها يا بنات مولينكس. شوفوا فايدة الفاين اللي معاي، حيل فادني. ولا خلصت تبغين تكبين وكبين، انت حرة يعني. مرة زهيد ومليان يا بنات، نفس رول المناديل العادي حق المطبخ. كمان هذا الفلتر الداخلي غسلته كله بالصابون. شوفوا طبعا بعض الأشياء أروح أغسلها على الحنفية على السريع وأجي أليفها هنا وأعطيها بس غسلة على السريع وأجي. زي هذولا غسلتهم تحت المي سريع لأنهم أصلا نظيفات. برضو نشفتهم. الأجهزة يا بنات اللي من داخل تغسلونها لازم تنشفونها، علشان إيش؟ عشان إذا في قطع حديد أو قطع يعني معدن ما تصدي.
والحين ابدا ايش، ابدا كذا اركب الجهاز. تركيبه سهل، مرة سهل. حطيت الفلتر تمام كذا، خلاص. بس ترفعين القطعة اللي من فوق من اليمين وتسمعين صوت طقة كذا وتشبكينها. والحين جيت الابريق، قلت خليني اغسل الابريق برضو من مرة يعني. جبت مية نظيفة وحطيت شوية صابون، هذه ثالث مرة غير المي واخر مرة. خلاص ليفت كذا الابريق، حطيته تليفة سريعة حق الصوابين حق القهوة. وخلاص كذا اكون خلصت من الابريق تمام. وخلاص غسلته كله كذا زي ما تشوفون بالمي، ونشفته بمنشفة نظيفة، لمعته كله من داخل كمان. ويا زين الأغراض يوم ترجعينها نظيفة وتسحبينها نظيفة. وهذه الإسفنجة اللي تحت أبد يا بنات بالغسالة مع تكة صابون سايل. قلت لكم يا بنات مفارش السرير ومناشف المطبخ خلاص لازم صابون سايل، ما تقعد بصابون بودرة، ما هي زينة بصابون بودرة تقسيها تقلل من عمرها تبهتها. خلاص رجعت الحين للأغراض اللي أنا حطيتها أول شيء. هذه عندي هنا الكنكة حقة القهوة. في بنات قالوا لي يا أم سارة لازم قزاز، يعني هذه تكون قزاز. ما حسيت يا بنات بفرق، عادي يعني، ما أدري، ما حسيت بفرق. ليفتها كلها كذا وكمان نشفتها، والله رجعت من جوا جديدة جديدة. بس تكت ملح الليمون مع مي حارة يغلون وخلاص تشوفون رجعت بيضة وتهبل. الحين أجي كذا إلى جهاز التوست. برضه هذا الجهاز كمان قديم معاي، له قرابة 5 سنوات. مسحت اللي أقدر أمسحه بالمنديل اللي أنا حطيته، يعني على قدر المستطاع. شايفين؟ وبعدين تكت صابون وليف. هذه الشفرات قلت لكم ما تنفك. في بعض الأجهزة الشفرات فيها تنفك، تغسلينها وترجعينها، بس أنا الشفرات اللي هنا ما تنفك. ليفتها كذا من فوق ومن تحت كلها. لاحظوا اني المي ما هي قاعدة تنقط معاي، بس مجرد رغوة فقط. ليفت الأجهزة كاملة كذا. الحين أقدر أسافر وأنا مرتاحة. كمان اللي قاعدات يحضرون معاي يومياتي على الانستغرام أكيد قاعدات يشوفون تنظيفي يوميا بالبيت. واللي يسألوني أسئلة أم سارة عندك خادمة بالبيت؟ أنا ما عندي يا بنات، أنا ما عندي خادمة. خلاص كذا لمعت كل حاجة ونظفتها. والله يا بنات رجعت تبرق، رجعت جديدة. انتم بتشوفون بعينكم، يعني هذا جهاز له 4 سنين عندي، له 5 سنين عندي. شوفوا ما شاء الله كيف يعني. بس اعتمدي طريقتي وبإذن الله تعالى إن كل الأمور تضبط معاكي. خلاص الحين أبغى أجيب ورق زبدة. تمام. ليش أنا أحط ورق الزبدة يا بنات؟ لأنه يمنع الحرارة. هذه الطريقة مرة ممتازة. تحطين ورقة زبدة داخل جهاز التوست. حابة تحطين شيء به جبنة، تعرفون لما تحطون مثلا صامولي به جبنة ولا تورتيلا به جبنة أو تورتية تحطونها داخل الحماصة، أو مثلا تبغين تحمصين بيتزا اللي أنت حابة، وش يصير؟ الجبنة من الحرارة تسيل تنزل. خلاص. وهذا الشيء يضايقك أنت لما تلقينه على الجهاز من داخل ويصير بصعوبة يطلع. فأنا إيش أسوي؟ أجيب ورقة زبدة، لا تشيلينها إلا لما خلاص تحسين إنها خلاص وصلت حدها يعني، لأن هو أصلا ورق خبز يعني. شايفين؟ خلاص خذيت ورقة باخذها على قد المقاس، بقصها بس من الأطراف وبحطها. شايفين كذا على المقاس بالضبط. ويا سلام، تحطين حبات التوست بالنص وبس. آخر جهاز كان عندك نسيته كذا، ما أدري كيف سقطه سهوا، عاد مهم مرة مهم، الهاند بلندر أو المضرب اليدوي. ليفته كمان، عطيته تليفة سريعة كذا. ما نبغى نزعله بعد لأنه صراحة مرة مهم بالصلصة يخدمني والشربات، فلا تزعل مني لو سمحت. خلاص كذا نظفته خلصت. الحين تعالوا خلونا نشوف ثمرة إيدي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الأجهزة كل حاجة تلمع وكل حاجة نظيفة. خليتها كذا على الطاولة زي ما انتم شايفين. أتوقع ما يحتاج أتكلم، ما يحتاج أشرح لكم النظافة اللي قاعدين تشوفونها. ما شاء الله تبارك الرحمن. ورجعتهم كذا داخل الدروج وخلاص. يعطيني ألف عافية. الحين تعالوا معاي للي بعد كذا، آخر خطوة. والحين دخلت غرفة لونا أو غرفة سارونا، هي نفس الشخصية. المهم شايفين الفوضى. أبغى أرتب الغرفة تمام. وإيش أبغى أسوي كمان؟ وأبغى يا بنات أغير بعض الأشياء، أبغى أدف بعض الأشياء، يعني أعطيها كذا ديكور جديد بالغرفة. بتشوفونه معاي إن شاء الله. المهم إني رتبت الغرفة ترتيب عميق، بس ما طولت حذفت بعض الأجزاء زي ما تشوفون الفيديو. ما شاء الله نص ساعة بالضبط، أتوقع أي نص ساعة
فمرة طويل. المهم شلت الأغراض كلها الله يكرمكم، هذه جزمتها وشراباتها، رتبت كل حاجة كذا. والحين شوفوا هذه الغرفة من هنا قضت تسريحتها، وهذه خيمتها، وحطيت البيت كذا المطبخ حقها من هنا وسيارتها زي ما تشوفون، والسيكل والسكوتر، ولا حطيت ألعابها يعني اللي تلعب فيها، دخلت اللي ما تلعب فيها دايم خليتها جوا، أما اللي تلعب فيها خليتها هي على الطرف. تمام. وخلاص عندي كذا هذا الدرج الكبير، شايفين كيف برضو رتبته وزينته. طبعا في خوافي داخل الدروج يبغى لها ترتيب. ايش تسوين؟ اول شيء انت لا تكبين الاغراض كلها بالارض، لا، رتبي الغرفه بالطريقه اللي تعجبك، رجعي الاغراض مكانها، بعدين ابدي رتبي درج درج. تمام. ابدي رتبي درج درج، لا تبدين ترتبين وتحوسين الغرفه كلها وتبتلشين، لا، زي ما تشوفون اطلع درج درج واعزل درج درج وانا واقفه. والله ما اخذت مني الغرفه حتى يمكن نص ساعه الا انا قاضيه. اهم شيء لا تعفسين الاغراض كلها مع بعض وتكبين وهذا يطيح وهذا ينكب وتبلشين بعمرك، لا، رتبي الاغراض كلها بالترتيب السطحي المعتاد. بعدين عندك اشياء تبغين تدفينها، اشياء تبغين تجيبينها، ما في مشكله. بعدين رتبي عاد داخل الدروج، تلقين كل حاجه معاكي مرتبه ونظيفه. خلاص ابدا عاد الحين اعلق ملابسها من داخل زين. تمام. برضو ملابسها الداخليه لجنزاتها كله بصفطه كذا على مهلي، بشوف الاشياء اللي عندي بسويها، ما اخذ مني وقت نهائيا، بس بشيك على الاشياء المحيوسه يعني. وبكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى من كل قلبي تكونون استمتعتوا واستفدتوا. إذا حبيتي قناة أم سارونة حياكي الله عندي بالقناة، وإذا حبيت الفيديو فضل الله أمرا لايك صغنون أكون لك من الشاكرين. فيديو بكرة بإذن الله تعالى، فيديو السفر بمشيئة الواحد الأحد. خليكم قريبات، أحبكم بالله وأحبكم لله، أحبكم بدون غاية وأحبكم بدون أي مصلحة. الله يا رب يسعدكم، الله يا رب يسخر لكم كل الخير، واللي عندها أمنية الله يا رب يحققها ويعطيها أمنيتها إن شاء الله. يا ربي اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في حفظ الله ورعايته.